اهلا متابعينا. كرام مشاكل بيطالب الفنان محمد عادل امام بدفع قيمه العربيه اللي اتحرقت، وبيقول ان السبب في اللي حصل بعد الناس ما عرفت انه هيحضر الفرح. تم كل اللي حصل. طب كروان، هو الفنان محمد عادل امام قال لك اتبهرج واعزم مصر كلها في قاعه ما تشيلش 300 نفر؟ اعقل الكلام، انت اللي بوظت فرحك بنفسك. كنت عملت دعوه للي يحضروا او اقتصر الفرح على الاهل والاصدقاء فقط. انت اللي عملت كده في نفسك. ومن جهة تانية كشفت جهات التحقيقات ملابسات مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تدافع عدد من المواطنين امام احدى قاعات الافراح بمحافظه القليوبيه اثناء مشاركته في حفل زفاف كروان مشاكل، الى جانب الزعم باشعال النيران بسيارته. والفحص تبين انه بتاريخ 29 ديسمبر الجاري واثناء اقامه كروان مشاكل وله معلومات جنائيه حفل زفافه باحدى قاعات الافراح بالقليوبيه. تجمع عدد من المواطنين داخل القاعه لالتقاط الصور معه، مما ادى الى حدوث تدافع نتج عنه بعض التلفيات بمحتوى القاعه. اسفرت الاجهزه الامنيه عن ضبط 12 شخصا من المتسببين في احداث التلفيات والتحرش بالفتيات، كما تم صرف باقي المتواجدين من القاعه بدون حدوث ما يخل بالامن العام. كما تبين ان قاعه الافراح المشار اليها وكيله بديره قسم شرطه الثاني شبرا الخيمه تدار دون ترخيص، وتم ضبط مالك القاعه وعددهم 4 أشخاص. وبشأن واقعة إشعال السيارة تبين إنها مملوكة لشقيق كروان مشاكل وله معلومات جنائية وتم ضبطه. وبمواجهته أقر بأنه أثناء استقلال السيارة رفقة أحد أصدقائه قام الأخير بإشعال ألعاب نارية داخل السيارة، مما أدى إلى تطاير الشرار واشعال النيران بها. وتم ضبط المتهم ومواجهته واقر بارتكاب الواقع على النحو المشار اليه، وتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه. وتولت النيابه العامه التحقيقات. ده يا جماعه اللي حصل في واقعه الفرح وفي واقعه مروان مشاكل. انت مش من حقك تطالب اي حد باي حاجه. انت اللي بوظت ليلتك بنفسك، ما تلومش غير نفسك. ما نبكش غير انك انت تهتر نفسك وتعمل ترند فاضي بالاونطه. وادي النتيجه. شكرا جدا ليكم على المتابعه. اسيبكم على خير. السلام عليكم. يا جماعة، انتوا مش ملاحظين ان العدد كان كبير قوي؟ ما يقاس ب 30-40 ألف واحد او 25 نفر. الناس دي جاية، يعني مش كلها جاية لنا، الناس دي جاية من كل حتة في مصر، جايين عشان انا عزمت الاستاذ محمد عادل امام، واستاذ محمد عادل امام رد عليا، فهم متوقعين ان استاذ محمد جاي. فبعد اذنك يا استاذ محمد، انا عربيتي ولعت ومعيش فلوس، وفلوسي كلها ولعت في العربيه، وبص انا بقيت على الصفر. انا اتمنى ان انت تجيب لي عربيه غير عربيتي، وفرح اللي باص وكل حاجه باصت. هو ده اللي انا طالبه منك، عشان انا ما كانش هيجي